الكرياتين بيوقع الشعر وبيجيب صلع. الكرياتين بيجيب فشل كلوي. الكرياتين بيستخدموه للرجاله بس وما ينفعش البنات تستخدمه. الكرياتين زي الاسترويد والمنشطات. الكرياتين يغنيك عن التمرين. اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. المكملات الغذائيه بحر كبير جدا ملوش نهايه، اسواق ومبيعاته من اكبر الاسواق والمبيعات على مستوى العالم. في منهم الحقيقي واللي مفيد فعلا واللي هيعمل معاك نتائج كويسه، وفي منهم تاني كتير ملوش لازمه بيضحكوا بيه على الناس علشان يبيعوا ويكسبوا من وراهم. هتسمع معلومات كتير وهتسمع خرافات كتير، فاحنا دورنا في القناه هنا اننا نوعيك ونعرفك ايه الصح واللي هيبقى مناسب ليك، علشان ما تشتريش حاجه وخلاص وتدفع فيها فلوس على الفاضي. فلو لسه مش عامل سبسكرايب في القناه فايتك كتير جدا. والكرياتين اشهر مكمل غذائي موجود في العالم كله، واكتر مكمل غذائي معمول عليه دراسات وابحاث، وزي ما هو اشهر مكمل غذائي اكيد الناس مش هتسيبه في حاله وهتطلع عليه كلام كتير. عشان كده هنتكلم في الحلقه النهارده عن اشهر 5 خرافات للكرياتين ونصلحهم، ومش بس كده وكمان هقول لك كل خرافه جت منين وايه مصدرها. ونروح لاول خرافه معانا، وهي ان الكرياتين بيوقع الشعر وبيسبب الصلع. والخرافه دي طلعت بسبب دراسه واحده اتعملت سنه 2009 على مجموعه من لعيبه رياضه الرجبي او كره القدم الامريكيه. جابوا مجموعه منهم وادوهم كرياتين، بداوا معاهم بالتحميل، ادوهم 25 جرام كرياتين لمده 7 ايام، بعد كده كملوا ب 5 جرام لمده 14 يوم تانيين. بعد كده لقوا ان الدي اتش تي او الدي هيدروديستيرون زاد عندهم بنسبه 56% في اول 7 ايام بتوع التحميل، وباقي ال 14 يوم فضل زايد بنسبه 40% فوق الطبيعي. والدي اتش تي ده ميتابولايت من هرمون التستوستيرون، لما بيزيد في الدم بيمسك مع الاندروجين ريسبتور مستقبلات الاندروجين في بوصله الشعر، وبيؤدي في النهايه الى تساقط الشعر. واللي يشدك للموضوع بقى ويكمل لك الدراسه وياكد لك انها طلعت خرافه في الاخر، ان هم عملوا معاهم حاجه اسمها البلاسيبو افكت، ان هم جابوا نفس الاشخاص دول وادوهم حاجه وهميه، قالوا لهم انها كرياتين بس هي مش كرياتين، وادوهم سكر. بداوا ب 50 جرام جلوكوز لمده 7 ايام، بعد كده خلوها 30 جرام جلوكوز لمده 14 يوم، ولقوا برضو بعد كده ان الدي اتش تي اللي كان بيسبب تساقط الشعر لسه عالي. فربطوا هنا ان ممكن يكون المقاومه الكبيره اللي بيعملوها في الرياضه بتاعتهم هي اللي ليها الدور في زياده الدي اتش تي وتساقط الشعر، والكرياتين ملوش دعوه بحاجه. وكل الابحاث دلوقتي بتاكد ان الكرياتين ملوش اي علاقه بتساقط الشعر او الصلع. وتاني خرافه معانا النهارده ان الكرياتين بيسبب فشل كلوي. وليه الخرافه دي طلعت ان الكرياتين بيسبب فشل في الكلى او بيعمل مشاكل في الكلى؟ عشان الكرياتين لما بيتكسر في العضلات بيتحول لماده الكرياتينين، بعد كده الكرياتينين ده بيمشي في الدم لحد ما يوصل للكلى ويتفلتر ويخرج عن طريق اليورين او البول. واحنا كدكاتره من ضمن الحاجات اللي بنقيس بيها وظائف او صحه وسلامه الكلى هو مستوى الكرياتينين في الدم. لما بيكون عالي بنشك ان في مشكله في الكليه. هم شغلوا دماغهم بقى وربطوا، قال لك ما ينفعش تستخدم كرياتين. طب ليه يا عم؟ انت مش لسه قايل ان الكرياتين لما بيعلى هيعلي الكرياتينين وكده هيبقى في مشكله على الكليه؟ الحقيقه عاوز اطمنك واقول لك ان الموضوع غير كده خالص. علشان طبيعي اي حد بيتمرن حتى لو مش بيستخدم كرياتين، لما العضلات عنده هتزيد ده هيزود من نسبه الكرياتينين طبيعي. عشان كده برضه هتلاقي نسبه الكرياتينين طبيعي جدا اعلى في الرجاله اكتر عن البنات. ولما الشخص بقى يجي يستخدم كرياتين بجرعه مناسبه ليه، الكليه هتقدر تفلتر وتتخلص من شويه الكرياتينين الزياده دول بشكل طبيعي وبسهوله جدا من غير اي مشكله، وحتى لو قعدت سنين تستخدمه. عشان كده يفضل، وبنقول في كل حلقه او اي فيديو، ان اي حد عنده اي مشكله في الكليه او الكبد ما يستخدمش كرياتين او اي مكمل غذائي تاني الا لما يرجع للدكتور بتاعه الاول. ونروح مع بعض للخرافه الثالثه معانا النهارده، وهي ان الكرياتين بيتخن او بيسبب زياده في الوزن وبيعبي ميه وما ينفعش تستخدمه وانت بتخس او انت بتنشف. والخرافه دي طلعت علشان ناس كتير لما بدات تستخدم الكرياتين لاحظوا ان في اول كام اسبوع ليهم وزنهم زاد كام كيلو على الميزان. بس عاوز افرحك واطمنك برضو واقول لك ان الزياده دي حلوه في صالحك انت، مش حاجه وحشه، علشان الكرياتين بيسحب ويخزن ميه انترا ماسكولار مش سبكوتينيوس، بيخزن الميه دي جوه الخلايا العضليه مش تحت الجلد، فده بيدي العضله شكل احسن واكبر. بس لو شاكك بقى انك بدات تخزن ميه تحت الجلد وتعبي ميه، ممكن يكون المشكله مش في الكرياتين، المشكله في نوع الكرياتين او في المكان اللي اشتريت منه الكرياتين. فخلي بالك وانت بتشتري وما تجيبش نوع وخلاص، عشان ساعات يبقى فيه صوديوم كتير. وتخلي بالك من المكان اللي بتشتري منه برضه، ولو عاوز تريح دماغك وتشتري من مكان موثوق وانت مطمن، تجيب بقى كرياتين وبروتين واي منتجات ومكملات انت عاوزها، يبقى دكتور فيت ستور مكان موثوق وتقدر تشتري منه كل المنتجات الغذائيه اللي هتحتاجها، ومتاح الشحن لجميع المحافظات ولحد باب البيت. والخرافه الرابعه معانا النهارده، وهي ان الكرياتين بيستخدمه الرجاله بس
خالص وما ينفعش البنات يستخدموه، مع انه العكس تماما. لو واحده بتتمرن وبتروح الجيم وعاوزه تظبط وتحسن من شكل جسمها وتزود من لياقتها البدنيه وقوتها وادائها في التمرين وطاقتها في التمرين، ممكن تستخدم كرياتين عادي جدا. يمكن الخرافه دي طلعت بين البنات علشان فاكرين ان هم لما يستخدموا كرياتين هيطلع لهم عضلات كبيره ويبقوا شبه الرجاله وصوتهم يخشن ويفقدوا ملامحهم الانثويه ويبقوا شبه الرجاله. عاوز اطمنك برضه اقول لك ان مفيش الكلام ده خالص، ده كرياتين مش استرويد ومنشطات. وده اللي هياخدنا للخرافه الخامسه النهارده، وهي ان ناس كتير فاكره ان الكرياتين ماده او منتج مش طبيعيه واللي بيستخدموها كده ما بقوش طبيعيين وطلعوا بره دايره الطبيعي يكسب. طبعا الكلام ده كله هبد في هبد، مفيش الكلام ده. لو استخدمت كرياتين هتفضل جوه دايره الطبيعي يكسب عادي. الكرياتين ده بيتكون من مجموعه احماض امينيه، الجلايسين والميثيونين والارجينين، وجسمك بيفرزه طبيعي جدا بكميات قليله. والتفاصيل دي كلها اتكلمنا فيها وهتلاقي فيديوهات كتيره في القناه عن المواضيع دي. فالكرياتين حاجه والمنشطات والاسترويد حاجه ثانيه خالص. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى تكون المعلومات وصلت بشكل بسيط وفهمتوا الدنيا. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تشيرها مع اصحابك وتبعتيها لصاحبتك اللي فاكره ان الكرياتين هنخليها شبه الرجاله. ولو عندكم اي اسئله او عاوزين نتكلم في مواضيع معينه الحلقات الجايه اكتبوها في الكومنتات تحت. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.